سؤال الحقيقه بتساله كتير: دكتور احمد، هو انت بتعمل كل جراحات التجميل؟ الحقيقه الاجابه لا. ليه؟ بمنتهى البساطه: جوكر اوف اول ماستر اوف نون. ما ينفعش حد يبقى يعمل كل الجراحات وكل البروسيدرز بنفس الاتقان. فلازم انا كجراح ابقى مركز في الجزء اللي انا بحبه، الجزء اللي انا ببدع فيه. طب ايه الحاجات اللي انا مش بعملها؟ مثال مثلا العمليات شلل الوجه والعصب السابع. زميلي الاستاذ الدكتور طارق عامر هو راجل مشهور، راجل كفء، راجل متخصص في هذا الامر. عمليات تانية زي مثلا الكليفت ليب البالت، الشفه الارنبيه وشق الحلق، برضو زميلي الاستاذ الدكتور امير البربري واستاذنا الدكتور اكرام سيف احسن مني وافضل مني ومتخصصين عني في هذه العمليات. فمش شرط ان حضرتك او حضرتك هتشرفيني في العياده ان انا بعمل كل العمليات، ولكن انا بختار لك الانسان الكفء اللي بيعمل العمليه دي بتخصص احسن، نتائجه احسن، عشان تتحصلي على نتيجه افضل. لو في اي اسئله من فضلكم سيبوها لي في الكومنتات وانا هرد عليها. معاكم الدكتور احمد عبد الجواد، استاذ جراحه التجميل، نورث ويست اوف انجلاند.